بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المرات اللي فاتت اتكلمنا عن الجنس الطبيعي اللي خلقه ربنا، وزي ما بيقول القديس أغسطينوس: لا نخجل أن نتكلم عما لم يخجل الله من أن يخلق. الشيء اللي خلقه ربنا مش معيب عشان نخجل أن نتحدث عنه. خلقه مقدس، فاحنا بنتكلم عنه كعطية مقدسة من الله اداها لينا. اتكلمنا عن طبيعة الجنس الطبيعي، واتكلمنا عن الإدمان الجنسي جذوره وكيف ينشأ. اتكلمنا عن التشخيص ومعايير التشخيص، ايه اللي بيخلي الجنس إدمان وكيف يؤثر على الحياة. اتكلمنا عن الدايرة الإدمانية، اتكلمنا عن التأثيرات الضارة ليه والأشكال اللي بيظهر فيها والاضطرابات اللي بتنشأ عنه. المرة دي هنتكلم عن التعافي منه. هل التعافي ممكن؟ ممكن. هل في ناس بالفعل تعافوا؟ كتير قوي وآلاف. ربما السنكسار وبستان الرهبان سجل لنا قصص كتيرة جدا عن قديسين كانوا عايشين حياة الفجور والدنس وتحولوا ليس مجرد تائبين عاديين أو مؤمنين عاديين، ولكن متبتلين أيضا وسكان براري ورهبان وسواح. ليس فقط تزوجوا زواج طبيعي واكتفوا به، ولكن استغنوا عن الحياة الجنسية كلها على بعض وعاشوا لله بالكامل في حياة مليانة قداسة. وتشهد سيرة القديس الأنبا موسى الأسود شفيع التائبين، القديس أغسطينوس اللي بيقول: كنت قد عميت من البركان الكثيف المتصاعد من ثورة الشهوات الجسدية. يعني كان في مستوى عالي جدا من الإفراط في الشهوات، ولكن صار من أقوى التائبين وصار أسقف ومعلم ولاهوتي وفيلسوف مسيحي كبير. سمعنا عن القديسة مريم المصرية التائبة اللي بقت سائحة في البرية لا ترى وجه إنسان وعاشت حياة مقدسة. سنكسارنا القبطي وحياتنا الكنسية زاخرة ومليانة قوي بالقديسين. خلي قديسين تائبين وكانوا سبق لهم خبرات، خليهم هم شفعاء لينا بهذا المجال. يبقى في العلاج الروحي الأول، وفي العلاج النفسي والعضوي والطبي والعلاج الجمعي والعلاج المعرفي السلوكي، وأنواع من العلاجات هنتكلم عنها ببساطة باختصار شديد. العلاج الروحي المواظبة على أسرار الكنيسة، وخصوصا الاعتراف بانتظام وبحقيقية بالكامل. أكشف كل أفكار الأب اعترافي بانتظام وبواظب على سر الاعتراف. باخد الغفران كامل، وباخد القبول، وبغسل الشعور بالذنب، وباخد الحافزية والحماس للبدء من جديد، وكلما سقطت أقوم بدون يأس. مواظبة على التناول من الأسرار الكنسية، حضور الكنيسة، على الصلاة وقراءة الإنجيل. ده العلاج الروحي. آباء القديسين قالوا: الذهن لما يتوجه بعيدا عن الله بيمرض، فكمان عايز أعيد توجيه ذهني إلى الله والتأمل في الله نفسه. يا رب، عايز ذهني ينشغل بيك، عايز أتعافى عشان أتحرر من الانشغال عنك، عايز أرجع أبقى ابنك، عايز أبقى شاخص للسماء وباصص ليك أنت. غير الحياة الكنسية وممارسة أسرار الكنيسة والقراءات الروحية، يوجد هناك أيضا علاج مشوري. ممكن أشوف حد متخصص في علاج الإدمان الجنسي وأقعد معاه وأخد برامج. لكن ببساطة شديدة كده، في برنامج اسمه برنامج ال 12 خطوة للتعافي من الإدمانات عموما، وفي ال 12 خطوة لعلاج مدمن الجنس. دول عبارة عن 12 مرحلة، 12 خطوة، 12 فضيلة بيقتنيهم الإنسان وبيتدرب عليهم خطوة خطوة خطوة. مش هقدر أستفيد فيهم في الحلقة دي، لكن ممكن مرة تانية نتكلم عنهم بشكل مستقل. بس بداية بنبدأ بكسر الدائرة الإدمانية. احنا قلنا انشغال، ممارسة، خزي، ألم. انشغال، ممارسة، خزي، ألم. احنا محتاجين في مرحلة من المراحل نكسر السلسلة عشان ما تلفش وتوصلنا لآخرها مرة تانية. في خبر حلو، في آلاف هتلاقوهم على النت زي شون راسل وتيري كروز وباتريك كارينز وأسماء وشخصيات كتيرة. يا ريت تتبعوهم في البحث، اسمعوا أحاديثهم، اقروا عنهم، شوفوا الرحلة المشوهة علاجيا عشان نشوف الجزء النفسي والجزء المشوري والجزء الطبي اللي ممكن نسلك فيه ونتعامل معاه، غير الجزء الروحي اللي احنا نلجأ إلى الله وأسرار الكنيسة والحياة والاعتراف والتناول. تلاقوا أندرو شيلي لوبين، فتاة تخلصت من إدمان الإباحية. اكتبوا اسماء دي للبحث عنها وتتبعها. في زمالة مدمني الجنس المجهولين، دول برضو بيمشوا سكة تعافي، وبيبقى في برنامج وفي اجتماعات حتى بالإنترنت وانت مجهول في بيتك محدش يعرفك، تقدر تحضر اجتماعات وتشارك وتسمع خبرات متعافين وتعافوا ازاي. ويبقى في إشراف، ومعظمها حاجات مجانية لأنها عبارة عن خدمة. الناس اللي تعافوا بيساعدوا في تعافي المدمنين الناشطين أو اللي لسه منخرطين في السلوك
وفقط راغبين في التعافي فقط. التعافي بيمر بمرحلتين، مرحلة ال90 يوم اللي هي أنا ببطل فيها والذهن بيبتدى يتعافى وتقل الرغبة القهرية، ودي مرحلة صعبة جدا مش سهلة، لكن بلتزم 90 يوم أتوقف وبطل. طبعا بيحصل أعراض انسحاب وقلق وتوتر وضيق وضجر وألم. هنحاول نشغل نفسنا في رياضة، في خروج، في اتصال، في علاقات، في أصدقاء، في أصحاب، مفيش فراغ. بتخلص من الأدوات، الموبايل مش في جيبي، بشيل التطبيقات من عليه، بنظف، بمسح كل المحتوى اللي عندي عشان أي شريط كده أو سلسلة هترجعني تاني وهنتكس تاني. فدي مرحلة صعبة تحتاج إشراف، تحتاج حد رفيق للرحلة دي، صعب أعديها لوحدي. عندنا حاجة اسمها المرونة العصبية، زي ما الفكر ابتدى ينشغل بمنطقة وبيتكرر، أنا بعيد تشكيل مخي ومسارات التفكير مرة تاني. أنا بعمل تفكير جديد، بعمل عادات جديدة، بعمل مهارات جديدة. ده بيخلي مخي يتنقل في حتة تانية خالص، وده ممكن. في حاجة اكتشفوها في طب النفس العصبي وتشريح المخ والتجارب اللي اتعملت عليه، ان المخ يتسم بمرونة، بيعيد تشكيل نفسه تاني، والمسارات العصبية المسؤولة عن التفكير بتغير المسارات والممرات والطرق اللي بتمر بيها دوائر التفكير، ويقدر الإنسان بدل ما بيفكر في الرغبة في التعاطي أو ممارسة سلوك جنسي أو ممارسة سلوك إدماني إلى أنماط أخرى من التفكير الصحي والتفكير السوي. يعني أنا لما بغير أسلوب تفكيري واقتني عادات تفكير جديدة زي القراءة والتأمل والمشاركة وممارسة علاقات اجتماعية وعلاقات روحية صحية، أنا بغير تركيب مخي. المرحلة الثانية مرحلة منع الانتكاس. أنا بطلت، كسرت الدوائر، صلحت من مخي شوية. هل الرغبة توقفت؟ لا، ضعفت لكنها موجودة، وتحت أي ضغوط أو إهمال ممكن أرجع لممارسة السلوك وانتكس تاني. ففي برامج لمنع الانتكاس، ودي بتستمر طول حياة الإنسان. أنا توقفت وتحسنت ورجعت لاستقرار طبيعي وخدت شوية من السلام والاستقرار، لكن عشان أحافظ على التعافي بتاعي محتاج جهاد طول العمر، ولكنه أقل صعوبة من ال90 يوم الأولى. يعني التبطيل 30 ل90 يوم يصلح، ولكن الحفاظ على التعافي مدى الحياة. في مشكلة أن برجع للطباع التي تؤدي للانتكاس. كنت مرة قابلت حد متعافي خرج من مركز وقال أنا داخل المركز تاني حماية. بقول له ليه؟ قال سلوكي اتغيرت، مش بدير الغضب بتاعي، مش عارف أشارك، متكلمش مع حد، ابتديت ابقى عصبي، انا كده رايح على الانتكاس. ففي مؤشرات الانتكاس، ابتدي اهمل في قانوني، ابطل صلاتي، ما بروحش اعترف، مش قادر اتكلم عن حياتي، بعدت عن العلاقات الصحيه والاصحاب، بطلت رياضه، مش بخرج، ما بروحش الكنيسه، انا كده رايح على الانتكاس. انا محتاج حمايه، محتاج ارجع مره تاني اعدل من سلوكي بالوضع اللي يحطني في حته صحيه. فخليني اراعي مؤشرات الانتكاس. في حاجات بتظهر عليا كده انا رايح في سكه غلط، كده أنا خدت أول الزحليقة وارد أنزل للقاع. فلازم أن ننتبه جيدا للضعف اللي بيحل وعدم الحفاظ على البرنامج اليومي بتاعي ونظامه عشان ما ارجعش للانتكاس مرة تانية. كمان محتاج أعرف احتياجاتي وأسددها، لأن في البداية كان عندي اعتقاد بعدم القيمة، غياب العلاقات، نقص في المهارات الحياتية، مش قادر أثق في نفسي وأساعدها وأدعمها. أنا محتاج أحتوي طفلي الداخلي، أحتوي نفسيتي، أحتوي نفسي، أطبطب على نفسي. مهارات رعاية الذات، مهارات التعبير الصحي عن النفس وإدارة المشاعر، وخصوصا المشاعر المؤلمة زي الغضب والحزن والقلق والكآبة والحاجات دي. ضروري أسمع قصص تعافي وأدخل زمالة مدمني الجنس المجهولين وأسمعهم، وضروري أشارك بالضغوط اللي بتضغطني، عشان الضغط هو جوايا بيتحكم فيا، لكن لما بخرجه وأعبر عنه بشارك بيه حد بيقل وطئته عليا وبيقل تحكمه فيا، وان هو يسير حياتي يعني حسب هواه هو، لكن حياتي بسيرها انا لما الضغط يخرج بره مني. ولازم اكون عادات صحيه جديده ليه علاقه بالورقه والقلم. بكتب في كشكول يومياتي، بكتب الفكره جاتني ازاي وادت بيا لفين وتغلبت عليها ازاي. بطالع الكتابات الخاصه بادبيات التعافي مطالعه دقيقه جدا عشان اشوف الفكرة والمشاعر اللي جت والتعافي جه ازاي. برضو التخلص من اللعبة والملعب واللاعبين، يعني الاماكن اللي بروحها، الاشخاص اللي بتعامل معاهم يرجعوني الانتكاس، الخزين المختزن على الموبايل او فلاشة او على الجهاز الكمبيوتر او اللاب بتاعي، لازم كل ده يتمسح ويتفرمط ويتشال. كمان في حظر وحماية بتتعمل على الانترنت تمنع نزول او دخول او فتح المواقع ده على الموبايل بتاعي او على اللاب بتاعي. كمان الاخطر والاهم من ده التوقف عن مشاهدة
خيالاتي وأفلامي الخاصة اللي داخل مخي. توقف عن تأليف قصص جديدة وتحويل الفكر مع الهدوء والتأمل والتنفس. يعني صلاة يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، مكررها كتير. يا رب ارفع قلبي وعقلي إليك. يا رب عايز أعاين جلالك وبهائك ومجدك. يا رب أنا عايز أشوفك أنت، مش عايز أشوف اللي في دماغي. لما ببتدي أتعامل مع دماغي، كل ما تيجي الفكرة أنا بصلي، كل ما تيجي الفكرة أنا بصلي. أنا عملت إصلاح مسار، ابتديت أبص للطبيعة واستمتع بيها، ابتديت أعمل رياضة واحصل على دوبامين واندروفين من اللي كنت احصل عليهم في الادمان، ابتديت امشي واجري واعرق واخد دش دافي سخن واقعد قاعده مرتاحه، اكل لقمه كويسه، منتظم في مواعيد الوجبات، ابتديت اتجنب التعب والضغوط اللي بتوديني للانتكاس. انا كده غيرت حياتي بالتغيير الصحي اللي يحفظ لي التعافي بتاعي ويحافظ عليا من العوده للانتكاس مره تاني. مفيش مانع من تكوين علاقات داعمه، مجموعه صداقات حلوه تقدر تاخدني وتطلع بيها قدام. نحذر العزله، لان وانا وحدي الطقوس نفسها بقفل الباب، بقعد لوحدي، الافكار بتشتغل، بفتح الجهاز، بنتكس مره تاني. فضروره الخروج والاختلاط الكثير بالمجتمع الصحي وعدم العزله. لو في ايذاءات طفوله، في صدمات مختزنه، في ايذاءات جنسيه تحتاج الى جلسه مع مشير والتعامل مع يعني اضطراب ما بعد الصدمه والصدمات المختزنه دي عشان اعرف اسدد احتياجاتي وتعافى بشكل صحي. لما تيجي الرغبة الملحة ودماغي تشتغل أو دماغي تحضر عليا وتقول لي ارجع تاني مارس السلوك ده، هعمل ايه؟ محتاج تهدى، غمض عينيك، سيب المكان حالا، اطلع اتكلم مع حد، شارك صديق، ارفع دعاء وصلاة واتكلم مع ربنا، مارس أي عمل أو نشاط يدوي، لأن لو سبت الرغبة القهرية بتتصاعد لازم بتغلبني في الآخر وما أقدرش أصمد. يعني لا تقف في كل الدائرة، اهرب لحياتك واطلع بره. ساعات بنكون عاملين جرد أخلاقي، ايه الخسائر والأضرار وايه المحفزات اللي أنا عايز أتوب عشانها أو عايز أبطل السلوك. مراتي، أولادي، بيتي، شغلي، مستقبلي، أبديتي. كل المحفزات دي من حين لحين الإنسان يقراها ويرجع ينشط رغبة التعافي، يعني في جلسات المقابلات الدفعية، في الانخراط في برنامج ال 12 خطوة، في زمالة مدمني الجنس المجهولين، وفي العلاج السلوكي المعرفي لمنع الانتكاسة. دي برامج علاجية جيدة جدا. احذر من هالت. ايه هالت دي؟ HALT، hungry، angry، lonely، tired. يعني الجوع، الوحدة، تعب، التهيج أو الهياج أو الغضب. دول من الحاجات اللي بترجع الإنسان انتكاس. لما باكل في مواعيد منتظمة وصوم بمواعيد منتظمة، ده بيدي استقرار وراحة للجسم والجهاز العصبي وللحالة المزاجية. لكن مرات أجوع بشدة، مرات أغضب بشدة، مرات أنعزل وأبقى في وحدة، مرات أبقى تعبان ومرهق، بدور على حاجة تهدي مشاعر الألم دي فبرجع للانتكاس. فكل ما كانت الحياة روتينية وأكثر انتظاما وماشي بجدول يومي، والكنيسة بتاعتنا بتنظم اليوم، الصبح صلاة باكر، الظهر صلاة إيه، بالليل بنام إزاي، بصحى إزاي، بصوم إمتى، باكل إمتى، يوم الجمعة فيه قداسي، يوم الأحد خدمات إيه. النظام المنتظم والبرامج المنتظمة وتنظيم الحياة بيقيني من الحاجات والأتعاب دي اللي ممكن توصلني للانتكاس بسهولة. كمان في موقع اسمه يور برين اون بورن. الموقع ده من المواقع اللي هي بتاعت التعافي وفيها زمالة وفيها اجتماعات، ممكن ندخل ونحضر الاجتماعات وناخد إشراف لسكة التعافي بتاعتنا ونحصل على مساعدة، بالإضافة إلى العمل الكنسي والحياة الروحية اللي هي الأساس في كل تعافي وعمل الله في حياتنا الشخصية. ربنا هو اللي يدينا التعافي، له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.